اللي حصل بيني وبين ضرتي من أول مقابلة محدش يتوقعه. أنا كنت اختيارها وكانت صريحة معايا من البداية، بس أكيد الموضوع خد وقته. في البداية مش معنى إن الجواز كان برضاها هيكون سهل عليها، أكيد لأ، بس بشجاعتها وقلبها الطيب ربنا إداها الشجاعة والقوة وقدرت تتخطى مرحلة زي دي. بس الحمد لله أنا قدرت أتعامل معاها بحب واحترام ومودة ورحمة، والحمد لله كنت عند حسن ظنها، وبقينا اخوات مش ضراير، وشاركنا الحياة سوا. وطول ما في احترام واهتمام ومودة ورحمة كل حاجة صعبة بتعدي. ومن حنيتها على عيالي قالوا لها يا ماما، وولادها بقوا زي ولادي بالظبط، وبدأنا رحلتنا سوا، وعشنا أيام وسنين ومواقف كتير فيها الحلو والمر، واللي كان يفرحها بقى يفرحني، واللي كان يزعلها بقى يزعلني، وهي نفس الشيء. وبعد كده ربنا رزقني بأحلى بنوتة في الدنيا كلها، وضرتي هي أول واحدة كانت فرحانة بيها، عشان هي كانت نفسها في بنت، بس هي ربنا كان رزقها بولدين ما شاء الله عليهم، وبقت أكتر من بنتها. واخواتها كانوا فرحانين بيها، وبقت حتة من قلبهم وأغلى حاجة عندهم، وبقت هي ونستها في الحياة. وحصل مواقف كتير وحكايات وإحنا مع بعض. محتاجة فيديوهات جاية كتير، ولو محتاجين تسمعوها اعملوا لي اشتراك للقناة، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وفي النهاية طول ما في احترام واهتمام ومودة ورحمة وفي تفاهم ممكن كل حاجة صعبة حوالينا تتغير. ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان نكمل مع بعض حكاياتنا، يمكن نتعلم من بعض ونعيش حياة أفضل.